5 افلام كوميدية انصحك تتفرج عليهم. لو عايز تضحك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة يا اسطى، اشترك في القناة. رقم 5 معانا فيلم 55 اسعاف، محمد سعد واحمد حلمي. الفيلم الوحيد اللي عملوه مع بعض، والفيلم الوحيد اللي مليان ضحك من اوله لاخره. الفيلم مفهوش دقيقة فصلان حرفيا. رقم 4 فيلم وقفة رجالة. تحس الفيلم الوحيد اللي جايب دور كده، جايبين شلة تحس ان هم اصحاب بجد. وعلى فكرة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد نفس الدفعة لو محدش يعرف يعني. عندك سيد رجب وبيومي فؤاد وماجد الكدواني والحاج دسوقي عاملين شغل جامد قوي. والفيلم فعلا فعلا فيه كوميديا، واللي محل الكوميديا دي اكتر محمد سلام، هو كده الكاركتر الوحيد اللي مختلف بينهم. وحرفيا الفيلم مليان ضحك. وما ينفعش نجيب افلام كوميدي من غير ما نجيب سيرة محمد هنيدي. ما عندك فيلم فول الصين العظيم، الفيلم ده كله برضو كوميديا، والنص الاولاني غير النص التاني. وفيلم بصراحة جميل جدا، اتفرج عليه. رقم 2 فيلم غبي منه فيه. الفيلم ده لو هتقول ان هو بيتكلم عن قصة، بيتكلم عن بتاع، سيبك من كل ده. الفيلم من اوله لاخره عبارة عن ضحك وتريقة بس. الفيلم كله حتى نهايته كوميدية، مفهوش نهاية سعيدة ونهاية حزينة. الفيلم نهايته كوميدية، الفيلم كله كوميديا. واللي المفروض ان توأمه توم وجيمي، بس لا، توم وجيمي في قصة، في دراما، في حزن، في كده، في نهاية سعيدة، في نهاية حزينة. لكن لا، غبي منه فيه ضحك بس، ضحك بس من الاخر. رقم 1 معانا فيلم بوحة. كتير من الناس ما بتحبش كوميديا محمد سعد، بس الفيلم ما تنكرش ان هو حلو. الفيلم لو مش حلو مش هيتعرض كل شوية، مش هيتعرض في العيد الكبير، مش هيتعرض في افلام كتير يعني. الفيلم مهما كان برضه واخد صيت عالي ساعتها. ما تنكرش ان انت ما اتفرجتش على الفيلم ده قبل كده، ها؟ ما اتفرجتش عليه، ما ينفعش اصلا، ما فيش حد ما اتفرجش على فيلم بوحة. وبس كده، اشكرك ان انت كملت معانا الفيديو الجميل الصغير ده. وما تنساش تعمل تشترك في القناة. السلام عليكم.